السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا عاملة معاكم الفسيخ بطريقة حلوة جدا 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 وجميلة خالص وسهلة وبجد احسن من الجاهز. زي ما انت شايفة كده، لون الفسيخ وردي حلو جدا خالص. بجد ما خدش معايا وقت طويل في الصيف، وكمان مش متعب جدا. يعني بجد مشروع حلو جدا جدا لو عايزة اي حد يعمل مشروع. انا هنا معايا سمك بوري طازة، اهم حاجة يكون طازة. وبعمل السمكة زي ما انت شايفة كده وراسها لتحت عشان بقها ما يجيش فيه مية. بنضف بس كده الخياشيم بايدي، وبعد كده بعد ما بغسلهم كلهم بفضل انشف بقى بمناديل. اهم حاجة اصفي المية منهم كلهم خالص، يعني بحيث السمكة ما يبقاش فيها اي مية خالص. لو ما عندكيش مناديل ممكن قماشة قطن تكون نظيفة تبدأي تنشفي بيها. اهم حاجة السمكة تنشف من المية تماما. خلاص انا بعمل كده في كل السمك، بنشفها كويس جدا. خلاص انا هنا معايا 4 سمكات من البوري طازة، وممكن نوع تاني فيه اسمه دبار ممكن ينفع برضو، مش لازم بوري، اللي متوفر موجود عندي. وبعد كده بعمل حاجة اسمها عملية التفويت، ان انا بجيب السمك وبنزل راسه لتحت كده في اي حاجة تديكي بحيث الراس تبقى لتحت كده. وبعدين بسيبها في الصيف حوالي كده 6 ساعات، لكن في الشتاء بيحتاج مثلا من 10 ساعات ل11 ساعة. دي عملية التفويت. تمام. وبعد كده بتلاقي السمكة متحنطة معاكي كده. بعد ال6 ساعات ببدأ أعمل لها كده زي مساج، وببدأ أضغط عليها. تحسي ان السمكة كده متحنطة معاكي وناشفة. هو كده صح ان هي سمكة نشفت خالص معايا. ببدأ أطريها، واجي عندي كده سلسلة الظهر كده بدوس عليها. تمام. بالراحة خالص. خلاص لازم عملية التفويت علشان الفسيخ ينجح معاكي. انا معايا هنا ملح خشن، ولازم يكون خشن، معلقه شطه كبيره، علشان الملح الخشن مش بيدي ملح زياده قوي في الفسيخ. يعني مش بتشربه قوي السمكه، لكن الملح الناعم بتشربه قوي ممكن يحدق معاكي. انا هنا باجي عند الخياشيم كده وبملى ملح الخشن، والشطه دي كماده حافظه، يعني الفسيخ مش بيبقى مشطشط زي ما انت فاكره. وبعد كده بحط في الخياشيم كده الملح الخشن، وبعد كده في بقها برضو بملاه ملح. تمام. يعني يفضل الملح الخشن عن الناعم، والشطة دي بتعتبر مادة حافظة. بعمل كده في باقي السمك برضو بعد ما بتأكد ان هو خلاص نشف تماما، وبعد كده بملاه ملح زي كده زي ما انت شايفة. اهم حاجة السمك يكون طازة، ممكن سمك البوري او الدبار، مفيش مشكلة عادي، الاتنين بيبقوا كويسين جدا. اهم حاجة تمشي الخطوات مظبوطة. وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، وشير بقى لو عجبك الفيديو. انا هنا كنت خلصت ال4 سمكات التمليح. بجيب اكياس من الشنط العادي اللي انت بتجيبي فيها الطلبات، بحط طبقة ملح كده وبحط السمكية، وبجيب السمكة التانية عكسها، يعني لو دي الراس من هنا تبقى الناحية التانية الراس، بيبقوا عكس بعض تماما. وبعد كده بحط 2، وبعد كده برش رشة ملح عليهم، برش رشة من الملح الخشن برضو اللي عليه شطة. تمام. وبعد كده بحط السمكتين التانيين برضو عكس بعض. وبعد كده تكوني اهم حاجه تكوني مجهزه شنط كتيره معاكي، مثلا 8 شنط 7 شنط. ببدا الف فيهم الفسيخ. السمك معايا، بحط السمكه الرابعه. بجد زي ما انتوا شفتي كده اللون بجد حلو جدا جدا، احسن من الجاهز والله. والملح مظبوط ونضيف كمان، هتبقي متاكده ان انت عاملاه بطريقه حلوه ونضيفه. انا بضغط كده علشان اطلع الهواء، كل ما احطه في شنطه بضغط الضغطه دي عشان اطلع الهواء منه. اهم حاجه ما يبقاش فيه هواء. انا حطيتهم حوالي كده في 8 شنط، يعني تكوني موفرة شنط عندك. تمام. وبضغط عليها بطلع الهواء. يعني ده مشروع حلو جدا جدا لأي واحدة عايزة تعمل، يعني بجد حلو خالص وسهل وبسيط ومش متعب. أنا ببدأ أجهز الشنط وببدأ أضغط لغاية ما أطلع منه الهواء. لو عندك الاسترتش لاب بعد ما بتخلصي خالص مثلا 7 شنط ولا 8 شنط، بتلفيه بالاسترتش لاب. مش موجود ممكن تعمليه ببلاستر عريض زي ما انت تشوفي دلوقتي معايا. انا ما كانش عندي الاسترتش لاب فمش مشكله، يعني مش لازم حاجه ضروري استرتش لاب. انا ببدا اضغط كده اطلع الهواء. انا حطيتهم في شنط كتير قوي، يعني حوالي 8 شنط علشان ما يدخلهوش هواء.
تمام، وبأجخها في الشنطة بلفها كده. بجد سهل جدا ومخدش معايا وقت. انا هنا في الصيف اللي الجو اللي احنا فيه ده خد معايا بالظبط كده 7 ايام. لو الجو حر جدا جدا يعني مثلا في شهر 7 أو 8 ممكن 5 أيام بس كده وتفتحي عليه. لكن في الشتاء 15 يوم. تمام، أنا كده خلصته، بحطه في أي علبة عندي، علبة جبنة، وبعد كده بغطيها وأدخلها جوه المطبخ. يعني أنا عملت يوم الحد وفتحت عليه يوم الحد، وبعد كده هفتحه دلوقتي. بجد حلو جدا جدا. طعم حلو خالص، الملح مظبوط، لان الملح الخشن زي ما قلت لك مش بيشربوا السمك خالص غير الملح الناعم. شايفه بجد حلو خالص. كاني رش عليه زيت، انا مش حاطه عليه زيت ولا عليه خالص، هو الزيت ده نازل من السمك. انا هفتح دلوقتي واحده معاكم والباقي هبدا اخزنه. انا ببدا امسح الملح من عليها وانفض الملح خالص من عليها وانضفها واشيل الملح اللي هو حطيناه في الخياشيم في بقها. وببدأ بعد كده أقصه وأنضفه وأشيل برضو الحاجات الزيادة دي وأقشر السمكة. ببدأ أقشرها لأن احنا ما قشرناهاش، بنجيب السمكة زي ما هي بس ما بنعملش فيها أي حاجة ولا بنفتحها. وبعد كده يعني في عملية الفسيخ ما بنفتحش السمكة غير لما بتستوي. وبفتحها كده من الظهر. بجد لونها حلو جدا جدا، وردي حلو خالص، والطعم وهي عاملة زي الزبدة بجد تحفة جميلة جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. تحفة بجد ومشروع حلو جدا. انا الباقي بخزنه في التلاجة في الفريزر، وبعد كده بحتاج منه بطلع. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.